ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنحل محافظة قنا ومحافظة الأقصر، آخر محافظتين عندنا. صفحة 70. أول حاجة عندنا جزء الليسننج، طبعا موجود عندك في آخر الكتاب وقدامك هنا اهوت لو انت عايز تنقله. نكمل، تعال نشوف الحل عندنا. My grandpa had a big smile on his، يعني جدي عنده ضحكة بتكون فين؟ طبعا هتبقى على وشه. طبعا الضحكة بتبقى موجودة على الوش تبقى فيس. طبعا لج ما تنفعش، اير اذن ما تنفعش، هير شعر ما تنفعش. using a modern device has، نستخدم جهاز يعني حديث نقط and cons، اسمها بروس and cons، سلبيات وعيوب. طيب تعالوا نكمل عندنا التكست كومبليت. عندنا كلمة eat يعني يأكل، see يعني بحر، remember يتذكر، visit يزور، healthy يعني صحي. last weekend we went to دمياط to نقط grandpa، تبقى grandma تبقى visit، احنا رحنا دمياط عشان نزور جدتنا and grandpa وجدنا. they live by the، بيعيشوا بجوار البحر sea. we saw lots of fish، شفنا كثير من الأسماك. we ate a meal and had نوع dessert، هتبقى healthy، أكلنا ايه وجبات وخدنا برضك حلويات صحية. we swim in the water، عمنا في المياه. which was deep، كانت غويطة and blue ولونها أزرق. the day wasn't long، اليوم ما كانش طويل. we feel تهابي كنا سعداء. it was day 2 تبقى remember، إنه يوما للذكرى. نكمل عندنا، تعال نشوف القطع. I am سما، اسمها سما. yesterday was my birthday، my brother birthday، عيد ميلاد أخويا. all family come to celebrate to our house to celebrate، كل العيلة جت علشان يحتفلوا. all my cousins aunts and uncles come، كل ولاد عمي أو عمامي وعماتي وعمامي جم. we gave him present، ادوله هدايا. there was a lot of lots of food، في كثير من الطعام. السلطة، ميت اللحمة، fish cake cookies and fruit، كان موجود سلطة ولحمة وسمك وكيكة وكوكيز اللي هو كعك المحلى and fruit الفاكهة. I play with my cousins، لعبت مع ولاد عمي، أو كلمة cousin تنفع ولاد العم أو بنات العم. we sing and eat، غنينا وكلنا. it was a special day، كان يوم خاص. we were كنا سعداء. تعالوا نكمل. بيقول لك yesterday was my not birthday، طبعا كان عيد ميلاد مين؟ brother، كان عيد ميلاد أخوها. طيب نكمل عندنا. it was day، كان طبعا ايه special day، يوم خاص special day. تمام نكمل. what did all family come to house، جم ليه المنزل؟ طبعا هو قال لك فوق هنا، تعال ركز معايا. all my family come to، أيوة house to celebrate، عشان يحتفلوا، يبقى دي رقم 3. تمام. who did سما play with، كانت بتلعب مع مين سما؟ طبعا قال لك فوق هنا بتلعب مع ولاد عمها اللي هي with my cousins. طيب نخش على الجزء الكوريكت. أول جزء عندنا not your eat candy yesterday، طبعا ده سؤال وyesterday في الماضي، والسؤال في الماضي سهل بكلمة did. let's هتبقى let's look inside the box، طبعا كلمة let's بيجي وراها الفعل في المصدر، تبقى look من دون إضافات. you must wear a seat belt، يجب عليك أن ترتدي حزام الأمان، يبقى نستخدم must. don't not anyone about your password، يبقى tell، إن عندنا كلمة don't بيجي وراها الفعل في المصدر. تعالوا نكمل البنكتويشن عندنا. طبعا Egypt اسم بلد أو اسم دولة، الإي كابيتال وفي الآخر فول ستوب. طيب نكمل عندنا محافظة الأقصر. عندك جزء الليسننج قدامك وزي ما قلنا موجود في آخر الكتاب. The country mouse live in نوع the ground، بيعيش فين؟ طبعا في حفرة، يبقى هول، بيعيش في حفرة، والسؤال ده بيتكرر كتير. when I traveled by، لما بسافر بإيه؟ بيقولك I go through the air، في الأثناء يعني بيبقى طاير في الهواء، يعني بيكون موجود في الهواء. ايه الحاجة اللي بتخليه طاير في الهواء؟ هتبقى بلين، الطيارة.
تمام. التكست عندنا ركز فيه. عندنا طبعا كلمة برينشز يعني فروع. ثانية واحدة. فروع. عندنا كلمة 11 يعني 11. كروكودايل يعني تمساح. ايرس الأرض. فيش يعني السمك. ذا نايل عندنا بيقول ذا نايل is the longest river in the world، واللي هو أطول نهر في العالم. اتس 6670 كيلومتر يعني ده طوله 6670 كيلومتر. long it's like traveling to the center of the earth، المنتصف center of the earth يعني منتصف الكرة الأرضية. it's travel through 11 countries، بيمشي في 11 دولة. it's home for different kinds of، إنه بيقولك بيكون يعني بيبقى فيه حيوانات كتير، أو الحيوانات اللي عايشة فيه مختلفة زي كلمة fish، birds طيور and turtles السلاحف. هنا بيكون موطن لأنواع كتير زي السمك والطيور والسلاحف. one of the plants largest reptiles يعني زواحف. the Nile اسمه نايل كروكودايل تمساح النيل. lives in it. it is the second large reptiles in the world، بيكون تاني أكبر حيوان من الزواحف. نكمل عندنا القطعة. يا أحمد اسمه أحمد، ركزوا معايا ثانية. اسمه أحمد. I am 9 years old، عنده 9 سنين. at my first day of school، أول يوم في المدرسة. I was very nervous، أنا كنت قلق. طبعا nervous معناها قلق. I like staying at home with my family، بحب أقعد في البيت مع عائلتي. I went to play with my toys، بحب ألعب باللعب بتاعتي. I didn't want to go to school، مش بحب أروح المدرسة. I put in، أنا أرتدي a blue shirt، شيرت أزرق. grey pants، بنطلون رمادي. and black shoes، وحذاء أسمر. I carry my backpack، أنا أحمل الشنطة بتاعتي. mom and I walk to school، أنا وأمي بنروح المدرسة مشي. at the school gate، طبعا كلمة gate يعني بوابة، قدام بوابة المدرسة. I want to cry، ببدأ إنه عايز إنه يعيط. I said goodbye، بقول مع السلامة. and walked into the classroom، وببدأ أخش الفصل. the teacher asked me، مدرس سألني to sit next to boy called مازن، المدرس قال لي اقعد جنب طالب اسمه مازن. the teacher was very kind، المدرس بيكون طيب. we studied English، ذاكرنا إنجليزي. and played games، لعبنا ألعاب. it was fun، كان ممتع. تعالوا بقى نشوف الأسئلة. the underline كلمة put on بتساوي كلمة where يعني يرتدي. أحمد went to school with his، بيروح مع مين؟ مع أمه. what does أحمد's uniform، أحمد بيلبس إيه؟ الزي بتاعه. طبعا تعالوا نشوف. قالك فوق إن هو بيلبس I put on a blue shirt grey pants and black shoes، دي رقم 3. طيب how was أحمد teacher، كيف كان مدرس أحمد. طبعا قالك who was very kind، موجود عليها برضك في القطعة. قالك the teacher was very kind، ودي رقم 4. ثانية واحدة، دي رقم 4. تمام. الكوريكت عندنا كلمة جراند ما village تبقى was very quiet in the past، كانت هادئة في الماضي. طبعا in the past في الماضي من كلمة is was عشان القرية مفرد. the players هتبقى need بس من غير to avoid place to play football. it's raining إنها تمطر. you should نجيب عليك take your umbrella، تاخد الشمسية بتاعتك. we هتبقى we catch a big fish last night، الماضي من كلمة catch caught. طبعا كلمة caught هي الصح، عشان هنا عندنا كلمة last night. كلمة last night ديت هحدد لكم عليها. أي كلمة فيها last مع أي حاجة last night last week last month كلها بتكون زمن الماضي. الماضي من كلمة catch تبقى caught. طبعا عندنا الدبليو كابيتال ده استفهام علشان ده سؤال يبقى كوتشن مارك. كده وصلنا لحد آخر الفيديو. لو عجبك الشرح متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد.